هدية غالية وبشرى عظيمة لمن أراد أن يستجيب الله دعاءه، لمن أراد أن يرفع دعاؤه إلى الله عز وجل، لمن أراد أن تؤمن الملائكة على دعائه. كلمات ثلاث من قالها 3 مرات في أول دعائه أقبل الله سبحانه وتعالى عليه واستجاب دعاءه وأمنت الملائكة على دعائه. وقبل أن نتعرف على هذه الكلمات الثلاث رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها 3 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، قال الملك الموكل بهذه الكلمات: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل، يعني اطلب من الله عز وجل ما تريد. قل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقني واشفني واغفر لي واهد لي أولادي. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألح رجل في الدعاء، أي دعا بإقبال على الله سبحانه وتعالى، فقال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فنودي من السماء أني قد سمعت فما حاجتك، أي سل ما تريد. فعليك بتكرار هذه الكلمات الثلاث يا أرحم الراحمين 3 مرات في أول دعائك، وسوف يجبر الله عز وجل بخاطرك